السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة دنش الافران بطريقة اقتصادية وسريعة وجميل جدا، هيعجبكم ان شاء الله. ينفع بقى في العشاء، ينفع في الفطار، ينفع الولاد ياخدوه معاهم المدرسة. حلو جدا. معايا كيلو من الدقيق منخول مرتين، ومعايا معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة من الملح، ومعلقة سكر كبيرة. هنقلب كل ده مع بعضه مع الدقيق. معايا كوباية وربع حليب وكوباية وربع مية. هنشوف هناخد كمية قد ايه. انا بفضل نحط اللبن الاول، يعني قلت نحط اللبن الاول بحيث يبقى احنا حطينا ايه كمية اللبن. حطينا معلقتين كمان كبيرة خل، ان الخل بيخلي المعجنات خفيفة. والمية بقى اللي باقية هستخدمها تدريجيا لحد ما اشوف العجينة هتاخد مني قد ايه. ما ندلقش المية مرة واحدة علشان العجينة ما تضطرش مني وتبوظ. العجينة دي بتاخد عجن كتير، يعني محتاجة منك كده 10 دقايق عجن كويس، يعني تخدمي العجينة كويس جدا عشان تديكي افضل نتائج. بصوا انا باخد رشة مية برشة مية، حاجة بسيطة جدا. انا حطيتها كده على الرخام عشان اقدر ان انا اتحكم فيها. انا سرعت الفيديو، هي خدت مني حوالي 10 دقايق عجن. وبعد كده ادهن الطبق زيت واحطه فيها واغطيها واسيبها في مكان دافي. هي كده اتضاعفت معايا، يعني خمرت كويس جدا. هقلبها بقى على الرخامة وابدأ افردها. انا دهنة الرخامة دي دهنة بسيطة جدا من الزيت. هفردها كده فردة حلوة. بص السمك بتاعها اقل من نص سنتي. معايا بقى زبدة حوالي كوباية الا ربع، وهبدأ افردها كده على العجينة. الزبدة تكون مش سايحة ومش جامدة، يعني لينة. وهبدأ اطبق العجينة كده كأنك بتطبقيها بالظبط. الكيلو بيعمل كمية حلوة. وهطبقها برضو كده واجيب الطرف التاني عليها. وبرضو بعد ما عملنا الخطوة دي هنحطها دلوقتي في الطبق ونحطها في التلاجة حوالي ربع ساعة او 10 دقايق، هتلاقوها الضعف التاني زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، الضعف التاني. هقلبها برضو على الرخامة وهقسمها عشان اسهل على نفسي ان انا اعرف استخدمها او اقطعها كويس، عشان هي كبيرة على الرخامة بصراحة فقلت اقسمها. الجزء ده هنفرده برضو. المرة دي بقى سمنة نحط عليها، قصدي زبدة بس بسيطة، يعني مش كتير، مش زي أول مرة يعني. وهي يعني حوالي بالظبط الشرايط اللي أنا هعملها دي عرضها حوالي 2 سنتي، مش أكتر من كده عشان ما تبقاش عالية قوي معانا في الفرن. هو الشريط كده 2 سنتي عرضه. وهبدأ ألفها كده، يعني السمنة تبقى للداخل. وهظبطها. وهكون في الخطوة دي دهنت صاج دهناه بالزيت، وهبدأ أرصهم فيه. الشكل ده معتاد جدا في الأفران. طبعا الشكل اللي تحبيه اعمليه براحتك، يعني الشكل ده براحتك. هنظبط كله بقى وهنرصه في الصاج، ونخلي ما بين كل واحدة والتانية مسافة كويسة علشان هو لسه بيكبر حجمه بيتضاعف. دي الجزء التاني انا ظبطته كده، وبظبط الاطراف عشان انا هعمل دي مربعات تكون قد بعضها. يعني المربع ده العرض بتاعه مثلا، او كل ضلع فيه كده حوالي 6 سنتي عشان يبقى مظبوط.
اعمل كده شكل زي النجمة كده او حاجة، والشكل ده برضو بتلاقوه كتير في الافران. ونضغط من النص كده عشان الشكل ما يبص مني. هسيبه بقى في مكان برضو دافي حوالي نص ساعة تاني، هتلاقوا حجمه اتضاعف تاني. لازم نسيبه يا جماعة عشان حجمه يتضاعف قبل ما نحطه في الفرن خالص. معايا بضاية، وده للوش، حوالي 5 معالق او 6 معالق لبن او حليب، ورشة من النسكافيه او اللي هي القهوة السريعة، حوالي 5 نقط كده فانيليا، واقلبهم كويس. وهبدأ ادهن وشه بالراحة جدا عشان ما نضيعش الخمر بتاع العجينة. النسكافيه هنا بيضيع طعم او ريحة الزفارة بتاعة البيض، وكمان بيدي لون حلو جدا في الفرن لما بتتحمر. زي ما انتم شايفين كده، انا دخلته الفرن بعد ما تضاعف حجمه على درجة حرارة 220، درجة حرارة عالية. الرف اللي قريب من القاع علشان يستوي كويس. واول ما تلاقوه استوى من تحت، لو لسه من فوق ابيض هنرفعه تحت الشواية دقيقتين. عندك بقى جوزة الهند او اي حاجة عايزة تدهنيه، ده اول ما يطلع وهو سخن تدهنيه مربى. الدنش بيدهن مربى، وبعد كده تحطي على وشه جوزة الهند. لو ما فيش يبقى ما فيش اي مشكلة، عادي يعني، هو كده تمام. حلو جدا للفطار وحلو جدا في العشاء، وكمان الاولاد ياخدوا منه في المدرسة، بيبقى حلو جدا وطعمه كمان جميل. تسوية ممتازة، لونه حلو جدا. بصوا، هو كده يعني مورق. لو فضلتي برضو تفكيه كله كده هيفضل معاكي كده يتفك كده معاكي. ده دليل على ان العجينة ناجحة جدا. وبألف هنا وشفا. لو الوصفة دي عجبتكم ياريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.